السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. اهتزت الأسرة الجامعية بولاية المسيلة على واقع الإعلان عن وفاة طالبة جامعية بعد تعرضها لحادث مرور خطير. هذه الطالبة الجامعية تدعى وئام بوزيدي، تبلغ من العمر 20 سنة وتدرس تخصص علوم اجتماعية بجامعة المسيلة. وللإشارة فإن الطالبة توفيت هي ووالدتها إثر تعرضهم لحادث مرور خطير وقع ببلدية الرصفة في ولاية سطيف. كما أن هذه الطالبة الجامعية وفي جل منشوراتها على صفحتها في الفيسبوك كانت تتحدث عن الموت وقرب الأجل، وقالت منذ أشهر أنها تشعر أنها سوف تموت وهي صغيرة وفي ريعان شبابها. رحمها الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.